من سلسلة حديث الصباح. الملافظ سعد. يحكى أن ملكا رأى فيما رأى النائم أن أسنانه كلها سقطت أمامه وهو ينظر إليها. طلب الملك من أحد المفسرين تأويل رؤياه، فقال له المفسر: سيموت كل أقاربك أمام عينيك. فغضب الملك غضبا شديدا وأمر بحبس المفسر، وطلب مفسرا آخر. فلما حضر بين يديه وقص عليه رؤياه قال المفسر: أيها الملك، سيموت جميع أهلك أمامك. غضب الملك غضبا أشد من غضبه الأول، وطلب من حاجبيه أن يلقي المفسر في السجن مع المفسر الأول. ما إن سكت الغضب عند الملك حتى طلب مفسرا ثالثا. فلما حضر بين يدي الملك وقص عليه رؤياه ابتسم المفسر وقال: رأيت خيرا أيها الملك، ستكون أطول أهلك عمرا. التأويل الأخير للرؤيا لا يختلف من حيث المضمون عن التأويلين الأولين، لكنه لا شك يختلف من حيث الأسلوب. ما دام أن أهل الملك سيموتون في حياته، فهذا يعني أنه سيكون أطول أهله عمرا. هناك من يقول نصف الكوب فارغ، وهناك من يقول نصف الكوب ممتلئ. النتيجة واحدة من حيث المضمون، ولكن المسافة شاسعة بين أسلوب وأسلوب. علينا أن نختار مفرداتنا بعناية كما نختار ملابسنا وعطورنا، لأن الكلام أناقة لا تقل أهمية عن أناقة الثياب، ورائحة لا تقل شذا عن رائحة العطر. كنتم مع سلسلة الصباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.